على الاطلاق. لكن هنقول ايه طول النهار؟ قيادات الجماعه تخرج علينا وتقول لنا ايه يا جماعه؟ هذه ليست اخلاق الجماعه ونحن لا نتربى هكذا في الجماعه. فانتم ممكن تقولوا لي يا جماعه مين اللي بيدافعوا عن مقر مكتب الارشاد بتاع الجماعه، في حين ان مفيش حد اعتدى على مكتب الارشاد بتاع الجماعه. لو حضراتكم عندكم اي دليل بين صوت وصوره بيفيد ان في حد عمل لكم حاجه تيجوا تقولوا لنا. ادي واحد. اتنين، هو مش المفروض ان انتم بتوع الامن والقانون وانتم في السلطه والجو الكلام الفارغ اللي حصل ده ما تكلموا البوليس؟ دي حاجه غريبه جدا. لو حد تعدى عليكم كلموا البوليس يجي. لكن انتوا بتنزلوا العيال بتاعتكم بتضرب البنات بالقلم وتيجي تقول ان الجماعه تعلي من قيمه المراه. وتاني هنعيد نفس السيناريو بتاع ايه اللي وداها هناك. اداء الجماعه جوه مجلس الشعب المنحل قبل كده هو نفس اداء الجماعه دلوقتي، اضطهاد الستات واضطهاد المراه. وانا بقول لكم اهو والله العظيم انا بوعدكم ستات البلد دي جبابره، والله ما انتوا قدهم. انا عارف ده كويس. سيبنا من الفتيات الزهرات بتوعكم بتاع انا منى وعايزاك العيال الخنف اللي عندكم، عيال خنف كده بتطلع. سيبنا من العيال الخنفه دي. ستات مصر ما بيتكسروش وما بيخافوش يا فضيله المرشد مين ولا فضيله مرشد ولا حاجه، يا محمد يا بديع، بمنتهى البساطه. دي عيالك لمهم وربيهم، مش عيالك اطلع تبرأ فورا. ادي كل الحكايه. انت بتاع قانون، قول لي ان انت بتاع قانون واطلع اعلن ان هذه الجماعه تريد تسويه اوضاعها بشكل قانوني وسليم وملزم او بحسب الشروط واللوائح الملزمه في هذا القانون المعمول به داخل البلاد. اما ان الناس تتضرب وتسيح في دمها واد قطع ايده يمد ايده على بنت ويضربها بالقلم، دي كارثه. او يمد ايده على شاب ويضربه، دي كارثه. او ان هو يكسر الحاجه بتاعت الناس، دي كارثتين. خلونا